السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون تشوفوا هذا الفيديو تكون في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم العشاء نتاعنا اللي هو دجاجه بالتغميره. صراحه كتجي لذيذه بزاف. كنحتاجو دجاجه، بصله كبيره مع 3 الفصوص ديال الثوم، شويه نتاع الربيع، نص كاس نتاع الماء، 2 بصلات متوسطين، العطريه عندنا الزعفران، تحميره، شويه قرفه، بزار وسكينجبير وشويه الملح. حطيت البصله والثومه، نضيف نص كاس نتاع الماء، نضيفو الربيع، قزبور، مدنوس، وغادي نطحنوه. بعد ما طحناه غادي نضيفو العطريه ونديرو الزعفران غادي ندخلو تشرموله مزيان بالدجاجه بحال هكا. ندخلو فيها ديك العطريه مزيان باش تجي منسمه وتجي زوينه. حطينا الدجاجه وضفنا عليها داك الشرموله نتاعها، نضيفو البصله وغادي نضيف نص كاس نتاع الزيت. ما درنا البصله غادي نخليوها تشحر واحد شويه وغادي نضيفوا ليها الماء ونخليوها طيب، وغادي نوريكم الشكل النهائي نتاعها ان شاء الله كيفاش غادي يجي. في حاله ما بغيتو تقليوها في الزيت تخليوها تتبرد مزيان عاد تقليوها، اما الا بغيتو تدخلوها الفران كيف ما هي هكا سخونه انا كندهنها بالزبده والتحميره والخرقوم، تخلطهم مزيان وندهن بهم الدجاجه. غادي ندخلوها الفران تحمر وغادي نوريكم من نخرجوها ان شاء الله. التحميره نتاع الدجاج نخليوها واحد شويه تشد راسها وتعقد ونطفيو عليها، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. هيا من بعد ما طابت صراحه كتجي لذيذه بزاف وكتجي مرقه مدغمره، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. حنا زدنا عليها الفريت، وبالنسبه للحرور درناه شويناه ودرناه مع مطيشه، كتجي شلاضه بارده وبصحه والراحه.